السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم فيديو جديد عن فنانين وفنانات ماتوا بسبب مرض الزهايمر، منهم من نسي اسمه. الفنانة الكبيرة عايدة عبد العزيز. هاجم مرض الزهايمر الفنانة عايدة عبد العزيز، وأعلن ابنها عن إصابتها بالمرض وأنها فقدت القدرة على تذكر أشياء مهمة في حياتها، وأكد أنها بتعتقد أن زوجها المخرج الكبير أحمد عبد الحليم كان لسه على قيد الحياة. وأكد أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين أن الفنانة عايدة عبد العزيز أصيبت بمرض الزهايمر، ووعدها بأنه هيساعدها وهيقف جنبها. لكن ابنها أكد في تصريحات صحفية بعد وفاتها أن والدته ظلت تعاني لسنوات طويلة من مرض الزهايمر التي أصيبت به بعد وفاة زوجها المخرج المسرحي أحمد عبد الحليم، وده من شدة حزنها عليه. الفنان عبد الفتاح الأسري. أصيب الفنان عبد الفتاح الأسري بالعمى في آخر أيام حياته، واستغلت زوجته اللي كانت أصغر منه ب13 سنة استغلت مرضه وأجبرته على الطلاق، واتجوزت من الشاب اللي كان عبد الفتاح الأسري بيعطف عليه. في سنة 2015 أعلن ابن الفنان الكبير عمر الشريف إصابة والده بمرض الزهايمر، وإنه بقى عاجز عن التميز بين معارفه، وقال إن والده عنده 83 سنة، عارف إنه هو ممثل لكنه مش فاكر الناس اللي بتشوفه في الشارع، مش بيعرف هما بيحيوا ليه ولا بيسلموا عليه ليه، وبيكون فاكرهم إنهم صحابه من زمان، لكن هو ناسي أسمائهم وبعد التفاصيل الصغيرة اللي قدمها في أفلامه، لكن ما كانش بيفتكر اسم الفيلم اللي بيقدمه. وفي سنة 2010 أصيب الفنان الراحل محمود ياسين بعدد من الجلطات خلته قاعد على السرير، وخلت حالته الصحية بقت سيئة بسبب انفجار في المخ أثر على الذاكرة والحركة. واتولدت زوجته الفنانة شهيرة رعايته وتدبير شؤونه، وعرض عدد من ملوك رؤساء العرب علاج الفنان الراحل محمود ياسين بالخارج، لكن الطبيب المعالج في مصر رفض لأن حالته الصحية صعبة ومفيش أمل في علاجه، ورحل عن عالمنا الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض. الفنان نظيم شعراوي عانى في أيامه الأخيرة من فقدان الذاكرة بشكل متكرر بعدما تعرض لضمور في خلايا المخ، وعانى من مشاكل كثيرة في أنحاء جسمه منها شرايين القلب والأوعية الدموية والعظام، وأصيب بمرض السكري وتوقف جسمه عن الحركة، وكان قاعد في البيت لسنوات طويلة محدش بيسأل عنه، وده اللي خلى حالته النفسية بقت سيئة، إنه كان حاسس بالوحدة ومحدش كان بيزوره أو يسأل عنه غير ناس قليلة من جمهوره وبعض الفنانين زي الفنان أشرف زكي وزوجته علشان يطمن. وتوفى الفنان نظيم شعراوي في 30 يونيو سنة 2010 بعد صراع طويل مع مرض الزهايمر عن عمر يناهز 89 سنة، وشيعت جنازته من مسجد عمرو بن العاص. نشكركم على حسن المتابعة، استنوني في فيديو جديد على قناة مشوار العمر. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك للقناة وتفعلوا زرار الجرس عشان كل الجديد يوصل لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.